مهندسون إيطاليون اختاروا محاربة التنظيم المتطرف بالطريقة التي يعرفون. إحياء لتدمر الأثرية قرر هؤلاء الفنانون إعادة بناء المدينة بحجم أصغر نسبيا من الأصلي وعبر طابعة صناعية ثلاثية الأبعاد. يعيد القائمون على المشروع بناء قوس النصر في معبد بل الذي فجره التنظيم. وتقوم مجموعة من النحاتين بوضع اللمسات الأخيرة مستخدمين آلاف الصور لضمان دقة المعالم الأصلية. مشروع يحاولون من خلاله إعادة جزء من تاريخ البلاد تجاوز عمره ال2000 عام إلى شعبه. نعتقد ما إذا كنا في موقف الشعب السوري قد نريد هذا لنا. معالمنا التاريخية مهمة جدا بالنسبة لنا أيضا. ويطمح العاملون على المشروع في نقل القوس وهو المرحلة الأولى من المشروع إلى لندن ونيويورك ومن ثم إلى تدمر. سأكون فخور جدا إذا استمر المشروع على هذا النحو، وآمل أن الشعب السوري سوف يقدر هذا ويراها كنقطة بداية. المشروع الذي تتم إدارته من قبل معهد علم الآثار الرقمية بمشاركة جامعتي هارفارد وأكسفورد ومتحف دبي للمستقبل لا يطمح إلى إحياء الآثار في سوريا، بل يعمل كذلك على إعادة بناء معالم تاريخية ذهبت ضحية الفكر المتطرف في العراق وأفغانستان. أرفد الجنابي، العربية.